الأعداد الأصلية المذكرة اللي هي بالعربي 1 2 3 4 إلى آخره. بالقبطي واي. زي ما اتفقنا في النطق، أول حرفين بيتقروا أو وتاني حرفين بيتقروا آي، بس ما بنحبش نقول أو آي، بنقول أو واي، بنحط واو توصل الاتنين. وزمان كانت بتتقري واي، بس دلوقتي تبع نطق الكنيسة بنقول أو واي. بعد كده 2 اسناف. اسناف يعني 2. زمان ما كانش فيه جنكم، فكنا نبتدي بالسين على طول، والإبسلون كانت واو، فكانت صناو. صناو جاية منها كلمة صنو بالعربي، لما يقولوا هم صنوان يعني زي بعض، أخين. واي 1 صناف 2 شمت 3 افتقوا 4. طب ايه دول؟ دول الأرقام. 1 كانت بتتكتب بحرف الألفا اللي هو أول حرف في الأبجدية وفوقه شرطة. 2 بتاني حرف في الأبجدية اللي هو الفيتا وفوقه شرطة. 3 بتالت حرف في الأبجدية اللي هو الغمة وفوقه شرطة. و4 برابع حرف اللي هو الدلتا وفوقه شرطة. يبقى دي الأرقام في اللغة القبطية، واخدينها من اللغة اليونانية، كانت بتتكتب كده بالأبجدية اليونانية اللي احنا خدناها وكتبنا بيها لغتنا القبطية. تاني 1 2 3 4 واي صناف شمت افتقوا. خمسة تيو، وبتتكتب كده برضو تاف يوتا وميكرون إبسلون، لأن التي الطويلة تساوي تاف يوتا، فسواء كده أو كده اسمها تيو. ودلوقتي بيحطوا جنكم عليها ويقولوا اتيو. 6 سوء. 7 ششف. 8 اشمين. 9 بسيت. نيجي على الأرقام. 5 حرف اللي هو الأي بيحط فوق شرطة يعبر عن 5. 6 حرف اللي هو صو بنحط فوقه شرطة ويبقى 6 ويتقري سوء. دلوقتي بيتقري سوء وزمان كان يتقري سو. 7 سابع حرف فوق شرطة اللي هي ششف. 8 تامن حرف وفوق شرطة اللي هي شمين. 9 اللي هي بسيت، 9 حرف وفوق شرطة. في بقى ملحوظة ان الحرف ده اللي دلوقتي بنسميه سو، ده حرف كان في اللغة اليونانية اسمه واو، وكان بيعبر عن حرف الواو، يعبر عن حرف الواو، ولكن سقط استخدامه في اللغة اليونانية. يعني ما بقاش في كلمات يونانية بتستخدم هذا الحرف، ولكن بقي استخدامه في الحروف، بقي استخدامه في الأرقام. يعني ده موجود في الأرقام بمعنى 6، إنها مش هتقابلنا لا كلمة قبطية ولا كلمة يونانية موجود فيها هذا الحرف.
تاني هنقراهم 5 6 7 8 9 تيو سؤو ششف اشمين بسيت. وزمان ما كانش فيه جينكم فكانت تتقري شمين. تلاحظوا الشبه بين كلمة ثمانية يعني وبين كلمة شمين، وكانت الإيطة زمان بالفتح في فترة معينة. عشرة 100، 10 حرف في الأبجدية اللي هو اليوتا وفوقه شرط. 20 جوت، 30 ماب، 40 إهمي. وزي ما اتفقنا بناخد الحرف الأبجدي وفوقه شرطة، احنا باليوتا كبا لولا مي خدناهم وحطينا فوقهم الشرط وكملنا بيهم الترتيب اللي احنا بنعمله. يبقى 10 20 30 40 100 جوت ماب إهمي. خمسين هتبقى تي في. تي في ديت بتتكتب بشكل آخر، تي أوي. يبقى كلمة 50 بتتكتب بشكلين، يا بالفيتا يا بالأوميكرون إبسلون. هنلاحظ حاجة، نطق اللغة القبطية تطور وزمان غير دلوقتي. فاللي احنا بنقراها تي او وي، زمان الاوميكرون مع ابسلون ديت كانت زي الدبليو الانجليزي او واو واليوتا كسرة تحتها، فكانت تي وي زي بالانجليزي تي اي دبليو اي، تي وي. دلوقتي بننطقها حسب نطق الكنيسة تي أوي. طب ليه أنا بقول كده؟ لأن برضو الفيتا كانت ب واتطورت بقت في إنجليزي، حرف الفي، وبعد كده في فترة معينة بقت تساوي الواو العربي يعني الدبليو الإنجليزي. ففي الفترة ديت لما نقرأ تي في كانت بتتقري تي وي. يبقى سواء اتكتبت كده او اتكتبت كده في وقت من الاوقات كانت بتتقري تيوي. دلوقتي طبعا نطق الكنيسة بننطق تي لوحدها وناخد الثلاثة دول مع بعض يتقروا اوي، تبقى تي اوي. باختصار 50 يا تتكتب كده وتتقري تيفي، يا تتكتب كده وتتقري تي اوي. وبقول لكم كده علشان هتقابلوهم وانتوا بتقروا، ساعات تبقى مكتوبه كده وساعات مكتوبه كده. وبالنسبه للارقام احنا عندنا حرف الني هو اللي عليه الدور وبنحط فوقه شرطه عشان يعبر عن 50. 60 سي وحرف الاكسي فوقه شرطه. 70 شفيه واتوجدت كده شفيه برضو بمعنى 70. انا بفضل شفيه ليه؟ لان شفيه ليها معاني تانية، يعني